الاول بس عايزين قبل ما نرد على الاسئله نبارك لعمر مرموش ونبارك لنفسنا. احنا النهارده الخميس بنصور الخميس، والنهارده تم الاعلان رسميا عن صفقه عمر مرموش في حاجه يعني في منتهى الجمال اللي في الدنيا. ربنا يا رب كده يكرمه ويوفقه ويطرح في الخطوه دي البركه عشان يبقى عندنا اتنين مكسرين الدنيا في البريمير ليج. غير طبعا سام مرسي اكيد برضه عشان ما نبقاش بننسى سام مرسي. بس احنا الواحد ما كانش يحلم ولا يتوقع ان يبقى عندنا اتنين لعيبه بيلعبوا في اكبر ناديين في البريمير ليج، فدي حاجه كانت حلم يعني. يلا. عندنا خالد مو بيسألك ايه رأيك في عمر مرموش كلاعب مم. مستواه؟ وبالمناسبة دي يعني انت شايف ان تقريبا السيتي كان احسن خطوة ولا كان في حاجة ممكن تكون احسن من كده؟ مساء الورد يا خالد. اولا طبعا عمر مرموش لعيب مميز جدا وارقامه هي اللي بتتكلم، يعني ما شاء الله منفجر ومكسر الدنيا في المانيا. اكتر حاجه بتعجبني في عمر مرموش ان هو بيطور من نفسه ومر شويه بالحته بتاعت صلاح، في حته ان هو طبعا هو مش سريع زي صلاح، بس من حته القوه والسرعه الى فكره الفعاليه والشراسه التهديفيه. ان السنه اللي فاتت والسنه دي بان قوي فكره التطور اللي حصل عنده في القوه البدنيه اللي بقت رهيبه، وفي نفس الوقت فعاليته على المرمى. فلا عمر مرموش طبعا لعيب عصري فيه كل مقومات النجم بمقومات او بمعطيات الوقت الحالي. كل فتره كده النجم بيبقى ليه شكل وليه ستايل. النجم بتاع الوقت الحالي القوي السريع اللي ليه اتيتيود في دماغه وعقليته واحترافيته بشكل معين، فهو عنده كل الامكانيات دي. فكره الخطوه للانتقال للسيتي هي الافضل ولا لا؟ كنت اقلق عليه شويه لو طلع مثلا من فريق زي بازل لمره واحده مانشستر سيتي زي ما حصل كده مع صلاح. لكن صلاح وتشيلسي. لكن ميزه اللي حصل مع عمر ان هو برضو ادعك في الحته بتاعه الاحتراف الاوروبي، يعني راح احترف وبعد كده نزل الفرقه رديف ودرجه تانية وبعدين طلع وبعد يعني لفه محترمه عشان عارف انت يتصبغ بالصبغه بتاعه اجواء الاحتراف لغايه لما انفجر مع انتراخت فرانكفورت. فانا بشوف ان فتره او مرحله انتراخت فرانكفورت اللي مر بيها مرموش هي مشابهه للمرحله بتاعه فيورنتينا اللي عملها صلاح. فاهم قصدي ازاي؟ فان شاء الله ان شاء الله الخطوه بتاعت مانشستر سيتي بكل الضغوط اللي هتبقى فيها بكل الملابسات اللي حواليها يقدر يستفيد منها هو كويس جدا ويظهر بشكل كبير جدا، خاصه طبعا ان هو هيتمرن تحت ايد مدرب يعني من عباقره الكوره على مدار التاريخ وهو جوارديولا، فاكيد هيطور مستواه يعني. بس في وجهة نظر اخرى بتقول انه كان ممكن يكون ارسنال فريق يعني افضل ليه لانه الفريق ما فيهوش لعيبه كتير، مكانه جاهز هناك، لاقي اكتر عقليه لعبه. فايه رايك في حاجه زي دي؟ وجهه نظر تحترم، الكوره كلها وجهات نظر يعني، ما فيهاش صح مطلق يعني ولا خطا مطلق. وجهه نظر تحترم جدا، بس انا بشوف انه مع مانشستر سيتي هيحقق حاجتين حلوين جدا. الحاجه الاولانيه هيتمرن تحت ايد مدير فني ليه بصمه على كل اللعيبه اللي هو مسكهم، يعني مفيش لعيب بيعدي من تحت ايد جوارديولا الا لما بيبقى بعد كده عنده نسخه متطوره للافضل. فدي نقطه مهمه. انت هتروح مع مدير فني زي كده سباليتي مع محمد صلاح في روما، هيطوره، هيطلع منه امكانيات مختلفه، هيفهموا اللعبه بشكل مختلف. الحاجه الثانيه انه مانشستر سيتي فرقه سيبك من الوضع الحالي والنتائج الحاليه، بس في الاخر هو مشروع موجود عشان ينافس على البطولات. فكره ان انت تروح لفرقه في توقيت زي اللي احنا فيه، فهي عايزه حد عارف لو راح في توقيت تاني الفرقه مستقره واللعيبه الاساسيين هم اللي موجودين وبيكسبوا كل حاجه، هيقابل صعوبات رهيبه عشان يعرف يخش التيم الاساسي. لكن دلوقتي انت رايح لهم في وقت هم بيتنشأوا على حد يجي يديهم اي نفس. فلو رحت وربنا سبحانه وتعالى كرمك في البدايه وعرفت ان انت تبقى موفق معاهم، هتثبت رجليك في واحد من اكبر المشاريع والانديه اللي موجوده في العالم، فريق بيلعب على كل البطولات وبينافس مع مدير فني جامد جدا. فلا بشوف ان السيتي ان شاء الله يكون اختيار فيه التوفيق لعمر مرموش يعني.